جماعة تخيلوا معايا لو فجأة العالم كله بقى بيتكلم بلغة واحدة، واللغة دي العربي. ايوه العربي، مش انجليزي ولا صيني، لا العربي. ايه اللي ممكن يتغير في العالم اللي حوالينا؟ وكل ده هجاوب عليه وهتعرفوه في الفيديو ده. حياتنا وثقافاتنا والاقتصاد، كل ده هنتكلم عنه النهاردة، فخليكم معايا لاخر الفيديو لان في مفاجآت محدش هيتخيلها. اول تغيير معانا النهاردة هي لغة التواصل اليومية. تخيل كده اي حد تقابله في الشارع سواء في الصين او امريكا او البرازيل يكلمك ويقولك ازيك يا نجم. الموضوع هيبقى بضحك بطريقه رهيبه، والمصيبه السوداء مش الكلام، لا المشكله في اللهجات اللي هم هيتكلموا بيها. كل بلد او دوله هتعمل اللهجات المتخصصه فيها. وبالعربي تخيل معايا واحد برازيلي بيقولك هتغدي كشري ولا شاورما مثلا. الناس العرب كلهم هيحسوا ان هم عايشين في احلام العصر ده. فعليا هتحس ان انت عايش في احلام العصر. اقول لك حاجه، فكك من لغه التواصل اليوميه، خلينا نخش في موضوع تاني. والموضوع التاني هو الثقافة العربية بقت عالمية خلاص، هتنتشر في العالم كله. العالم كله هيعيش على الثقافة العربية، والخط العربي هيبقى في كل اعلانات التلفزيون والسوشيال ميديا. وكمان المعمار العربي هيغزو العالم فعليا. كل دول العالم بما فيهم ايطاليا مثلا، فيينا، كل دوت هيبقى فيها معمار عربي. واحسن حاجة في الموضوع ده كله الاعياد ورمضان هتبقى اجزاء رسمية في كل البلاد. وبالنسبة طبعا للكبسة والمندي هتبقى اكلات عالمية في كل المطاعم في العالم كله. وبرضه بعيد عن الثقافة العربية خلينا نخش في التعليم. تخيل كده التعليم والعالم بالعربي، كل حاجة بقت بالعربي، حتى العلوم والتكنولوجيا هتبقى كلها بالعربي. كل الناس هتدرس البحث العربي من ايام العصر الذهبي زي ابن سينا والخوارزمي. يعني اللي اخترع الصفر هيبقى نجم عالمي. طبعا يا اعزائي المشاهدين مش كل حاجة وردي، في تحديات لازم نحطها في دماغنا برضو. تخيل بقى معايا الناس اللي عمرها ما نطقت عربي لازم تتعلم كل الحروف الصعبة زي مثلا الحاء والخاء والقاف والضاد. هيبقى موضوع مزمن، حاجة صعبة جدا. وغير ده كله في شوية ثقافات هتواجه الصعوبة انها تحافظ على اللغة الاصلية بتاعتها، ده طبعا بجانب العربي. وتخيلوا معايا بقى حاجة خيال، كل الدول استخدموا اللغة الأساسية بتاعتهم وحطوا بجانبها العربي. يعني هم بقوا بيتكلموا ايه، لغة أساسية بتاعتهم مع العربي، وسموا اللغة دي بقى العربي العالمي مثلا. ومعنى كده يا أعزائي المشاهدين إن الكلمات هتبقى خليط بين العربي واللهجات التانية المختلفة. يعني مثلا يعني تيجي حد جاي يقولك أنا هروح المطعم وآكل شوربة حارة كتير ديليشس، فاهم يا مان؟ وكده كده اللغة دي موجودة لحد دلوقتي. يعني اللغة دي موجودة في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده في مصر، اللي هو الأبر ايجيبت. بس تخيل بقى انها بقت عالمية، كل الناس بقوا أبر ايجيبت. وايه بقى، كل بلد بقى تضيف لمستها في اللغة، بس هتفضل الحروف العربي مقدسة زي ما هي. خلينا نتكلم في موضوع تاني. التراث العربي هيبقى في كل بيت، رمضان هيبقى جزء عالمي في كل عيلة، حتى الناس اللي في القطب الشمالي هتعلق زينة وفوانيس. وكمان ايه بقى، كل العالم هيبقى حافظ الاغاني القديمة زي مثلا انت عمري لأم كلثوم مثلا. يعني تخيلوا انت عمري هتبقى ترند عالمي في العالم كله. نخش بقى على حاجة محدش متوقعها، كل التكنولوجيا هتبقى بالعربي. ايوه يا جماعه، حتى التكنولوجيا هتتكلم عربي. تخيل كده معايا انت ماسك التليفون وفتحت سيري، وانت دلوقتي عايز تفتح الصور، فهتتكلم مع سيري وهتقول لها ايه بقى؟ شوف انت بقى، انت ومخيلتك عيش. وبرضه جوجل مابس، محدش فكر في الحاجه دي قبل كده. تخيل وانت فاتح جوجل مابس تلاقي جوجل مابس بتقولك بالعربي لف يمين عند اول شارع، وادعي ربنا ان هي ما تكونش زحمه. بس السؤال يا اعزائي المشاهدين هو، هل ده هيخلي التكنولوجيا اسهل ولا اصعب؟ وبرضه يا اعزائي المشاهدين في حاجه مهمه جدا لازم برضه نتكلم عنها، هل العرب هتبقى قوه عظمى ولا ايه؟ تعال انا اقولك. مع لغه واحده بتربطنا كلنا، الدول العربيه هتبقى القوه العظمى في العالم كله. والشرق الاوسط يا اعزائي المشاهدين هيبقى مركز السياسه والاقتصاد في العالم كله. والنفط العربي هيبقى الكنز اللي كل الدول بتحتاجه. بس السؤال هنا بقى، هل العالم هيقدر يتحمل ده ولا لا؟ وبرضه اعزائي المشاهدين بعيد عن الحروب والحاجات دي كلها في نقطة تانية مهمة جدا، وده بالنسبة لي هو التحدي الأكبر. القيم والثقافة هتنتشر في العالم كله، اللي هي احترام الكبار، الكرم، عادات الأكل، كلها هتنتقل لكل العالم. بس هل المجتمعات التانية هتقدر تتقبل التغيير ده ولا لا؟ ولا هيبقى في صراعات بين الثقافات القديمة والجديدة؟ وفي النهاية يا أعزائي المشاهدين، هل العالم هيستفيد؟ تعال انا اقول لك، لو اللغه العربيه كانت اللغه العالميه هيبقى في مزايا كتير زي التواصل السهل ونشر الثقافه الجميله. بس في نفس الوقت هيبقى في تحديات كبيره زي التعود والتاقلم. والسؤال الحقيقي هو، هل اللغه لوحدها كافيه تخلي العالم مكان افضل؟ مستنيكوا تجاوبوا على السؤال دوت في الكومنتات. وبرضه ما تنسوش تشاركونا في القناه عشان الحلقه الجايه. يلا سلام.